وخطوة واحدة بتغير حياتنا ودايما هنغير حياتنا، وحلمنا الجديد من جامعة برج العرب التكنولوجية الجديدة. تحية كبيرة. مساء الخير على حضراتكم. انا ريما عبد الله، تيم ليدر سمارت امبولانس، 20 سنه. الاصل بتاعنا 1,600,000. في البدايه طبعا عارفين حوادث الطرق وقد ايه بينتج عنها كوارث وضحايا كتير جدا، فبناء على البيانات الصادره من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء سنه 2022 كان في 55,000 حادثه نتج عنهم 63,000 اصابه. سنه 2023 في 71,000 حادثه، بالفعل في مشكله حقيقيه موجوده. فكرتنا كنا محتاجين نعمل لها فاليديشن، فقلنا لازم ننزل هيئه الاسعاف اول حاجه عشان نشوف المشاكل اللي عندهم، تاني حاجه عشان نشكرهم على جهودهم اللي شفناها في الحادثه. لقينا عندهم شويه مشاكل، ومن اهمها الداتا بتاعت البيشنت مش بتوصل للمستشفى قبل وصوله، فبالتالي بيحصل مضاعفات للحاله عشان تاخد الرعايه الصحيه، فبيحصل تاخير فيها. تاني حاجه محتاجين نحسن التواصل ما بين مستجيب الطوارئ والهوسبيتال ستاف. تالت حاجه ضحايا حوادث الطرق وقد ايه الداتا بتاعتهم لو وصلت اسرع هتكون فرق كتير ان هو في تلقي الرعايه الصحيه اللي هو محتاجها. السوليوشن بتاعنا سيستم سوفت وير هيكونكت ما بين الامبولانس والمستشفى. في المستشفى بيكون في الجزء بتاع الكنترول روم، بحيث ان هو ينقل الداتا للمستشفى قبل وصول للبيشنت، فالداتا بتوصل باكيورسي عاليه، وبمينيمايز الوقت اللي بتوصل فيه الداتا والوقت اللي بتحتاجه الحاله علشان تلقي الرعايه الصحيه اول ما توصل للمستشفى. تاني جزء خاص بالكاميرا، بتلقط صور او فيديو قصير بحيث ان هو يوصل للمستشفى، يكون زي اسسمنت للدكتور بحيث ان هو يساعده يشوف ايه الاجراءات اللي يحتاجها البيشنت اول ما يوصل، فيبدا يجهز الاستاف بناء على كده. الماركت سايز بتاعنا ضحايا حوادث الطرق والمينستري اوف هيلث والهوسبيتال والميديكال فاسيلتيز. ده البرودكت ديمو بتاعنا. ده ديزاين السوفت وير. اول فيز ان هي بتكون خاصه ساين اب سواء يوزر او ادمن. تاني فيز اللي هي بتكون خاصه بالامبولانس، بيكون فيها 2 ايكون خاصه بالداتا بتاعت البيشنت. الايكون الثالثه بتكون خاصه بالابديتنج داتا، بحيث ان هي بتوضح ايه المستشفيات اللي موجوده وايه الرومز الفاضيه فيها والدكتور. الهيلب ديسك ده بيكون الفيز اللي بتكون موجوده في المستشفى، اللي بيكون فيها الكاميرا وال2 ايكون بتاعت الداتا. الفيز بتاعنا الرود ماب بتاعتنا فيز 1 احنا عملنا دراسه للمشكله كويس جدا، وعملنا ديزاين للسوفت وير، وبالفعل تم عرضه على اكتر من مستشفى، واخدنا اكسبت من 3 مستشفيات. فالفيز 2 بعد كده بدانا بجزء الديفلوبمنت، وده اللي محتاجين له الفند. فيز 3 المفروض ان احنا عايزين ديزاين وديفلوب ابلكيشن، المفروض ان هو بيحدد اقرب امبولانس للحادثه. الاسك بتاعنا 1,600,000 بين الديفلوبمنت، تريننج، ماركتنج، الكلاود، الويب ابديت والامبروفمنت. الريفينيو المفروض ان 2025 هيكون من اول 6 شهور هيكون خاص بالديفلوبمنت، 6 شهور التانيين هيكون اكسبيرمنتال بحيث ان يكون اول شهرين تريننج، 4 شهور التانيين اقدر اجمع اكبر ديل من عدد المستشفيات. 2026 هبدا اتعامل مع 10 مستشفيات. طبعا انا في البدايه هتارجت البرايفت هوسبيتال، بعد كده هقدر ان انا اضيف المستشفيات الحكوميه. ف 2026 هبدا مع 10 مستشفيات، هاخد من كل مستشفى 20,000. بيزيد مع كل سنه 5 مستشفيات، و10% زياده بتكون على القيمه اللي انا باخدها من المستشفى. لا فهميني. 10 في 20 10 زياده، يعني انا اول سنه هاخد من المستشفى 20,000 في الشهر. بعد في كده الشهر بعد كده ان هو يزيد 10% زياده عن ال 20,000. ده سبسكريبشن الابلكيشن يعني؟ ان هو يكون موجود معايا. معلش انتي قلتي التسويق هيبقى من خلال السوشيال ميديا، والمفروض ان انتي B2B، فالسوشيال ميديا ليه هيبقى اكتر؟ شو بس ان انا اقدر اوضح ان انا موجوده عندي الامبولانس، فانا ضفت فيها الجزء ده والجزء ده، فيبدا الناس يعرف ان هو في امبولانس بنسخه جديده بشكل جديد تقدر توفر ان هي بامبروف الكواليتي بتاعت الهيلث كير عموما، فهتكون اضافه سواء للمستشفى او لحياه البيشنت نفسه، فمحتاجه ان انا اعمل ده. ثانكس. وهل حصل تواصل مع المستشفيات علشان نعرف؟ لا، في مستشفيات بالفعل اكسبت ومضيت لي على هحكي لك الموضوع. تمام. 20,000 جنيه شهريا، يعني 240,000 جنيه سنويا. هل ده مناسب للمستشفيات؟ وهل لو مناسب لكل شرايح ال1000 مستشفى، ولا لبعضهم اللي هم أكبر حجماً وأكثر دخلاً أو كذا؟ هو بالفعل سعر المنافسة برضو متهيألي لما نقارن السعر ده أو التكلفة للمنافسة اللي هي من الخارج. لا، بالفعل أنا قعدت مع أكتر مستشفى وأخدت موافقة ومضوا لي على فعلا ورقة إن هم موافقين. عرضت عليهم وقال لي إن هو السيستم ده
هو لو محتاجه هيدفع فيه حتى لو مليون جنيه طالما هو هيفرق معاه في المستشفى. عايزه اتكلم شويه على السيستم. الكاميرا بتعمل ايه؟ اشرحي لي اكتر. بتنقل يعني صوره او فيديو قصير للبيشنت وهو موجود جوه الامبولانس بحيث ان هي توصل للمستشفى، فيبدا الدكتور يشوف الحاله بس هو بتقول هيشوف إيه. بس الصوره ازاي الصورة. هيشوف يعني فين الداتا بقى بتاعت البيشنت؟ يعني انت في حته كده في العرض قلتي انه المسعف هو اللي هيدخل الداتا. هو المسعف هيدخل الداتا ولا هيسعف المريض ما ولا انا قلت ثواني، في جزء انا قلته ان هو في الاجهزه اللي بتاعت الاسعاف بتكونكت دايركت بالسيستم طريق الاي او تي، تنقل الداتا على طول. المسعف بيضطر ان هو يكتب لو مثلا في اي تطورات حصلت في الطريق، وده انا حاطه لها جزء فويس بحيث ان هو بيسعف الحاله عادي، هو بس هيسجل ريكورد للمستشفى بايه اللي بيحصل، انما المسعف ما بيدخلش. وده لايف ستريم. طب ممكن نرجع للميزة التنافسية؟ ايه الميزة التنافسية؟ ليه مستشفى تشتغل معاكم انتوا ومش مش مع شركة تانية او اب تاني من هو اولا الخارج؟ يعني من بره فهيكون السعر اعلى كتير، فانا اللي اقدر اديله حاجه زي كده بسعر قليل، مش قليل بس مقارنه باللي انا لو اشتريته من بره. تاني حاجه ان هو انا بقلل الوقت في الجزء بتاع التشخيص بتاع البيشنت، فبياخد وقت اقل في ان هو في الطوارئ هو موجود، فانا بفضيله سرير اسرع ان هو ممكن يكون في بيشنت تاني يدخل، فهو المستفاد في كل الحالات. سؤال حضرتك. العلم دلوقتي رايح ناحيه ان يبقى الكشف والعلاج مش ضروري ابقى شايف في المريض فيزيكال. يعني الروبوتكس دلوقتي ممكن تعمل عمليه بالكامل من دكتور مش موجود. ده برضه موجود في ابتدت طبعا بره سبقونا، بس احنا في مصر دلوقتي عايز اطمنكم ان بقى فيه اجراء العمليات حتى بالروبوتكس، انما هو كلمه عن بعد اللي هو التليميديسين. اللي انتوا بتقولوه دلوقتي وبتضيفوه ان الاب بيخش اول ما بشوف حادثه او مريض بيخش اوضه العربيه بتاعه الاسعاف بيكونكت على طول مع المستشفى. دي بتتطلب 3 حاجات. المستشفى نفسها لازم يبقى فيها نقدر نقول غرفه بتاعه مراقبه، والعربيه نفسها، ثم المسعف اللي هو البيلدينج كاباسيتي، وازاي ان انا اجهزهم علشان يقدر يستعمل ده وازاي يشخص. وموضوع مش موضوع بس ان في كاميرا او فلازم يبقى في تطوير لاداء المسعف علشان يقدر انه يوصل الحاله بطريقه واضحه للمستقبل اللي في المستشفى باستخدام التقنيات بتاعه الاب او الاجهزه اللي موجوده. بشكركم لان فعلا احنا محتاجين ده، وممكن يخش معانا في منظومه المستشفيات الجامعيه وطبعا منظومه الصحه في مصر بصفه عامه. شكرا جدا لحضرتك. طيب احنا في اللحظه بتاعت ان ولا اوت. ميرنا. تشجيعا مني عشان نطور الفكره 100,000. طارق. انا ان ب 100,000 جنيه. فريده. معاكم ب 200,000. كده 400. شلبي. تيجوا جينزي السنه الجايه ان شاء الله بالفكره مطوره اكتر وتاخدوا فلوس اكتر، بس دلوقتي ام ان ب 200,000 برضو كده المبلغ ده عشان يساعدكم تعملوا البروتوتايب. طيب احنا معانا 600,000. الدكتور ايمن. قرار صعب. لا القرار مش حكايه صعب، الحكايه ان في حاجات لسه محتاجه تتعمل، وانا معاكم المستشفيات الجامعيه عايزين نقعد مع بعض، وانا متهيألي خلينا نعمل مع بعض كده تطوير للكونسبت، واهلا وسهلا بيكم علشان نقدر ندعم الكونسبت بتاعكم على ريال بروجكت من مستشفياتنا. يبقى مبروك عليكم 600,000. ألف مبروك لجامعة برج العرب التكنولوجية الجديدة. 600,000 جنيه.